أهلا بيكم. النهاردة الفضيلة بتاعتنا صعبة شوية ومش كل الناس بتقدر تعملها، عشان كده قررنا نستعين بالخبراء يقولوا لنا نعمل ايه في الغفران. عاملة ايه يا أنا؟ كويسة؟ جاهزة؟ ازيك يا مريم، عاملة ايه؟ كويسة؟ جاهزة؟ ازيك يا باتريك؟ كويس. عامل ايه؟ الحمد لله. كويس يعني تمام؟ تمام. ماشي، جاهز؟ إيه ممكن أعرف يعني ايه غفران؟ معرفش. يعني هفهمك، هبسطهالك. الغفران اللي هو زي التسامح، ان خلاص ما بقتش زعلانة. سبح بعضين، يعني ان انا مثلا ضايقت حد انت اللي ضايقتيه او حد ضايقني او زعلنا مع بعض، نسامح بعض. يعني ايه هو؟ بغفر خطايا للرب. بغفر خطاياي الرب. هي هو انتي قلتي اللي انتي بتقولها دي ايه؟ يعني ايه غفران؟ انا بغفر للرب خطاياي. إنهم يدعون لدين جديد. واحدة واحدة عشان احنا كده دخلنا في سكة. مين اللي بيغفر؟ الرب. حلو، يعني مالوش علاقة بيا، مش انا اللي بغفر، هو اللي بيغفر لنا احنا خطايانا. ايوه. حلو. جميل. اعمل ايه لو جه حد ضايقني قوي؟ يعني انا وصلت لمرحلة ان انا متضايقة جدا من الشخصية اللي قدامي دي، المفروض اعمل ايه معاه؟ اقول الميس وبعدين يعني مش هتروحي تزقيها ولا تضربيها ولا اللي هو تاخدي بقى حقك وكده. هديكي اختيارات. هل هتعامل معاه زي ما هو عاملني، يعني هو ضايقني فهروح اضايقه، ولا امنع كلام خالص، مش هتكلم مع الشخصية دي خالص، ولا ممكن اروح اتفاهم مع الشخصية دي ونتصالح ويبقى في بيننا تسامح؟ نتصالح، يبقى في بيننا تسامح. تصلي كتير وتحبي كل الناس، ما تزعليش من حد حتى لو عمل اي حاجه. انت دلوقتي ماما جابتلك لعبة جديدة، لسه بتفتحي الكرتونة بتاعتها وبتلعبي بيها وكده. جت تاني يوم جت صاحبتك او اخوكي كسر اللعبة دي، كسرت مثلا اللعبة دي، كانت عروسة تمام، انت بتلعبي بيها ومبسوطة بيها، جه بقى ايه اخوكي داس عليها كسرها، فصل الراس من الجسم، ايا كان اللي حصل. هتعملي ايه؟ هقول ماما. هتقولي لماما، تقولي لها ايه؟ انا كسرت اللعبة. ماشي، انت من جوه متضايقه من صاحبتك؟ متضايقة. مش هتمسكيها كده وتقولي لها انت ازاي عملتي باللعبه بتاعتي دي، لعبه جديده؟ هل هينفع ان انت تسامح اللي كسرها؟ هو لو كان من غير قصده كنت هسامحه، عشان هو كان يعني ما كانش يقصد. حلو، لو هو قصده هذا وراح اقول له نتصالح وكده. طيب هسألك سؤال، احنا دلوقتي كل يوم بنصلي فأبانا الذي بنقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، تمام؟ أنا دلوقتي مش عندي، يعني جوه قلبي ما عنديش غفران، يعني مش بعرف أسامح اللي قدامي، المفروض أعمل إيه؟ مين يقدر يساعدني في إن أنا يبقى عندي غفران؟ بابا يسوع. يعني أنا ممكن أصلي لبابا يسوع وأقول له ساعدني يبقى عندي غفران، فبالتالي يبقى عندي غفران يعني؟ مش عارفة، بس أنا دلوقتي في حد هو اللي مضايقني وأنا مش عارفة أسامحه. إيه؟ معرفش. ممكن أصلي لبابا يسوع
واقول له يا رب يعني خليني عندي القدره ان انا اقدر اروح اسمعها. وكالعادة زي ما سمعنا الإجابات بصراحة اللي كانت خارج الصندوق، الإجابات اللي أبهرونا بيها. حابة أقول لكم آية صغيرة جدا بتقول: محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. أشوفكم بإذن ربنا في حلقة جديدة، مستنيينكم. هم